يا ترى انتوا عندكم كام صديق؟ لو انتوا رديتوا وقلتوا احنا عندنا اصدقاء كتير قوي، يبقى اكيد في حاجة مش صح. ولو انتوا رديتوا وقلتوا احنا ما عندناش اصدقاء خالص، يبقى برضو اكيد في حاجة مش صح ولازم تتغير. الاصدقاء ليهم تأثير كبير جدا على حياتنا، بس ازاي نحدد من اللي بنتعامل معاه صديق بجد ومين لا؟ هي دي بقى القصة. الاشخاص هم اللي بيحددوا ترتيبهم واولوياتهم في حياتنا، ومين فيهم الصديق اللي هيكون موجود جنبنا وكاتم اسرارنا ودايما موجود معانا في اسوأ اللحظات، ومين هيكون انسان عادي او معرفة عادية ومجرد زميل في الشغل او مجرد شخص بعيد عننا وبنسلم عليه كده كل شوية. اولا خلينا نتكلم عن تأثير الاصدقاء في حياتنا، وبعد كده هنقول ازاي نختار الاصدقاء بتوعنا. الاصدقاء ليهم تأثير قوي جدا، بدليل ان احنا لو عندنا اصدقاء سيئين الخلق هنتأثر بالأخلاق دي، وهتكون إحنا كمان بنعمل حاجات غلط وسيئة جدا. أما بقى لو عندنا أشخاص صالحين وأخلاقهم كويسة، فده بيأثر علينا برضو وبيخلينا نعمل أفعال كويسة وبيخلي أخلاقنا كويسة. في مثل عندنا في مصر بيقول دايما الصاحب ساحب. الأصدقاء بيكون لهم دور مهم جدا في حياتنا، حتى لو إحنا علاقتنا بأهلنا قريبة جدا وسليمة وصحية جدا، بس برضو دور الأهل ما بيغنيش عن دور الأصدقاء في حياتنا. الناس اللي ما عندهاش أصدقاء خالص بيكون عندهم مشكلة في تواصل مع الناس، لازم يشوفوا ايه المشكلة اللي عندهم. في بعض الاحيان بتكون مشكلتهم ان هم مش بيتقبلوا الاشخاص اللي قدامهم بعيوبهم ومميزاتهم، بيبقوا عايزين الاصدقاء شخصياتهم تكون على كيفهم او يكونوا زيهم بالظبط، وده طبعا صعب جدا لان احنا كل شخص فينا ليه شخصية مميزة وليه مزايا وليه عيوب. فاحنا لازم نتقبل الاصدقاء بتوعنا على مزاياهم وعيوبهم زي ما هم، وما نحاولش نغير فيهم اي حاجه. ازاي نختار اصدقائنا؟ زي ما قلنا ان احنا ما ينفعش ننتقد اصدقائنا طول الوقت او نحاول نغير من شخصياتهم، لازم نتقبلهم زي ما هم، وما ينفعش يكون كل الوقت اللي بينا هو الوقت الحلو والفرفشه والخروج وبس. لازم كمان نكون داعمين لاصدقائنا، واصدقائنا يكونوا داعمين لينا في اسوأ الاوقات واصعب الاوقات. ما ينفعش ابدا الاصدقاء يطعنوا في بعض او يتكلموا عن بعض بطريقه مش كويسه او يطلعوا اسرارك لحد تاني. الصديق الحقيقي مش بيخسرك مهما حصل ما بينكم من خلافات او اختلاف في الرأي، بيبقى دايما مصر ان هو يحافظ على علاقته بيك، ولو في حاجه بقى ضايقته منك هيجي يتكلم معاك بطريقه مباشره وواضحه علشان يصلح المشكله اللي ما بينكم، علشان العلاقه اللي ما بينكم ما تتدمرش. الصديق الحقيقي بيتمنى ليكم السعاده والخير، ودايما بيقدم لكم النصح والارشاد والدعم النفسي. الصديق الحقيقي اللي لما يلاقيك ابتديت تشكك في نفسك وثقتك ابتدت تقل، دايما يخليك تزود ثقتك في نفسك ويديك الدعم والتشجيع والحافز انك ترجع احسن من الاول. الصديق الحقيقي استحالة يستغلك ماديا او يكون عايز منك مصالح، ولازم يكون في ما بينكم تفاهم وثقة متبادلة وتواصل مستمر. انا عن نفسي بختار اصدقائي بروحي وباحساسي. لو حسيت ان الشخص اللي قدامي ده مريح نفسيا ليا وان في تواصل روحي ما بيني وما بينه، بحاول ان انا ازود علاقتي بيه علشان نكون اصدقاء. ولو حسيت ان اللي قدامي ما بيحبليش الخير ومش مريح نفسيا، بحدد علاقتي بيه وابتدي اراقب من بعيد واشوف هل هو ممكن يسبب لي اي نوع من انواع الاذى. ولو هو انسان جدير بالثقه، اكيد العلاقه بتقوى بعد كده وبنبني مع بعض ثقه وعلاقه صداقه حقيقيه. النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. ربنا يرزقني ويرزقكم الاصدقاء الصالحين يا رب، والدعم والسند الحقيقي. كان معاكم غادة يسري، اشوفكم الحلقه الجايه على خير. باي.